الجاس لايتنج ده ظاهرة موجودة من زمان، بس ابتدت دلوقتي تظهر على السطح بطريقة كبيرة جدا، وناس كتير ابتدت تتكلم فيها. انا حابب اشرحها لكم بسرعة كده، وهتكلم فيها اكتر لان هي حاجة بتحصل لناس كتيرة جدا. الجاس لايتنج ده هي نوع من انواع التنمر او الابيوز السيكولوجي الشرير اللي بيحصل من ناس بيعتبروا مرضى نفسيين، او بيعتبروا كدابين وخاينين، لدرجه ان هم ما بيصعبش عليهم الشخص اللي قدامهم واللي بيعملوه فيهم، انهم بيبقوا اقرب الناس ليهم. لان انت عشان حد يعمل فيك جاس لايتنج لازم يكون حد قريب منك جدا، ولازم يعمل فيك كده على مدار وقت طويل. ايه هو بقى الموضوع الجاس لايتنج ده؟ هو ان انا اكدب الحقيقه اللي انت شايفها وسامعها بودانك، او اللي انت شايفاها وسامعاها بودانك. اكون مثلا بخونك وانت شامه حاجه وتقولي لي على فكره في حاجه غريبه، ممكن مش عايز تصارحني بحاجه، اقول لك لا يا بنتي ما فيش حاجه، انت مش ما سمعتيش حاجه وما شفتيش حاجه وما فيش حاجه من الكلام ده خالص. والخطوه الثانيه ان انا اقول لك انت بقى اللي مجنونه، وانا اللي زهقت منك، وانت اللي عامله لي مشاكل، وانا في كل حته لازم تعملي، وهو اساسا بيخونك ومبهدل الدنيا. فالجاس لايتنج ده بيتعمل في ناس كتيره جدا، مش شرط يكون راجل في ست يعني، مش مهم رجاله وستات، بس هي فكره ان الخاين او الكذاب بيفضل يكذب بطريقه شنيعه لدرجه ان هو ممكن يشككنا في نفسنا، وممكن يخلينا نشك ان احنا اساسا ده حقيقه ولا خيال، ويخلينا نبتدي نتكسر من جوانا، ونبتدي نفتكر بجد احنا اللي عيانين ومرضانين. فخلوا بالك منهم، وصباح الجمال، وربنا يوفقنا كلنا.